في قرية في غرب أفريقيا سيطر عليها الفقر وتفشت فيها الأمراض، وبقى أقصى طموح أي شخص فيها إنه يوفر لقمة عيش لعياله. ظهر رجل النور في قلب الضلمة عشان يحارب الفقر ويبني المدارس والمستشفيات. إحنا النهاردة على ميعاد مع قصة ساديو ماني، فخر الأمة السنغالية. ساديو ماني، نعم 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 نعم. يوم 10 إبريل 1994 في قرية بنبالي السنغالية اتولد ساديو ماني لأسرة فقيرة. أبوه كان إمام مسجد القرية، وده اللي ربى في ساديو حب الخير والتواضع اللي فضل مكمل معاه لحد النهاردة. شوارع القرية كانت شاهدة على الموهبة الجبارة لطفل بنبالي الموهوب، لكن كعادة الأهالي اللي بتخاف على مستقبل أولادها الدراسي من التدهور بسبب كرة القدم، كانت أسرة ساديو ما تختلفش كتير عن الأسر دي. كان نفسهم ابنهم يكمل تعليمه لحد ما يبقى مدرس رياضيات، بس أخونا ساديو ما كانش قد كده في موضوع الدراسة، وما كانش شايف قدامه غير حلم الاحتراف في أوروبا، ولكن ما باليد حيلة. عشان كده استمر ساديو في لعب كرة القدم في شوارع بنبالي الترابية، على أمل إنه تحصل معجزة تغير حياته وتقربه من حلمه. بس قبل ما تحصل المعجزة في حياة ساديو، وقبل ما يقرب خطوة من حلمه، واجه ساديو الصدمة الأولى في حياته، وهي وفاة والده. وفي لحظة حزينة وهو في سن 7 سنين لقى ساديو نفسه يتيم بدون الأب والسند والمعين، وده اللي خلى أسرة ساديو تمر بأوضاع اقتصادية صعبة. وفي اللحظة دي حس ساديو بالمسؤولية تجاه أمه، وأدرك إن الطريقة الوحيدة للهروب من دوامة الفقر هي كرة القدم. وفي سن ال 15 سنة قرر ساديو الهروب من بيته عشان يدور على حلمه المستحيل في شوارع دكار عاصمة السنغال. وصل ساديو لسن 15 سنة من غير ما يلاقي فرصة حقيقية للعب كرة القدم بشكل احترافي، وده اللي خلاه ياخد أصعب قرار في حياته، وهو الهروب من قريته والسفر للعاصمة دكار للاختبار في أكاديمية جينيراسيون فو، واللي تعتبر أكبر مصنع للمواهب في السنغال. أخد ساديو شنطته على ظهره وأخد معاه أحلامه، واستلف أجرة السكة من واحد صاحبه وتوكل على الله عشان يدور على ربع فرصة. أول ما وصل ساديو للأكاديمية أدرك إن الموضوع مش هيكون سهل. أكتر من 300 مراهق هيخوضوا الاختبارات مع ساديو، ومطلوب منه إنه يتفوق عليهم كلهم بجزمة كرة متقطعة ومتربطة بالأسلاك، وهدوم ملهاش أي علاقة بالملابس الرياضية، وبعض من نظرات الاحتقار والاستغراب لملابس ساديو المتقطعة. لكن ساديو كان بيملك أشياء مش موجودة عند كل اللي حواليه، أسلحة ساديو ماني الخاص، واللي هي ببساطة موهبته الخارقة وعناده وصبره وروح التحدي اللي اتولد بيها. وقبل كل ده توفيق ربنا اللي هيفضل ملازمه لحد لحظة المجد في المغرب 2026. بدأ ساديو ماني يلمع ويتعرف أكتر بين الكشافين اللي بيدوروا على المواهب في ملاعب السنغال، بس فريق واحد قدر يفوز بتوقيع مراهق بنبالي صاحب ال 19 سنة، وهو نادي ميدز الفرنسي، وده بحكم إن النادي عامل توأمة مع الأكاديمية. سنة 2011 وصل ساديو ماني لفرنسا عشان ينضم لنادي ميدز. كانت البداية صعبة جدا بسبب الاختلاف الكبير بين الأجواء في فرنسا والسنغال، والأصعب من كده إن ساديو كان بيخفي إصابة في رجله خوفا من ان فرصة الاحتراف تضيع منه. وفي يوم 14 يناير 2012 شارك ساديو في اول مباراة ليه على المستوى الاحترافي ضد نادي باستيا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. موسم ساديو مع ميدز ما كانش افضل حاجة، لعب 23 ماتش، سجل هدفين وصنع هدف، وفي نهاية الموسم الفريق هبط لدوري الدرجة الثالثة. ارقام ساديو مع ميدز ما كانتش كبيرة، بس اداؤه في الملعب كان بيبشر بجناح سريع ومهاري، وده اللي اكدته مشاركة ساديو مع منتخب السنغال في اولمبياد لندن 2012. وقدر ساديو يقدم اداء جيد اجمالا في البطولة، وده لفت انظار نادي ريد بول سالزبورج النمساوي اللي كانوا معجبين بسرعة ساديو ومهارته. تمت صفقة ماني من ميدز لسالزبورج في 2012 ب4 ملايين يورو. ساديو كان قوي وسريع ومهاري، بس الجوانب التكتيكية عنده ضعيفة، وده اللي المدربين اشتغلوا عليه في سالزبورج عشان يتحول ساديو من جناح تقليدي لجناح مهاجم بيعمل الضغط العالي وبيعمل التحولات الهجومية بشكل ممتاز. موسمين بس في النمسا قدر فيهم ساديو يفوز بالدوري مرتين وبالكاس مرتين، وفي اجمالي 87 مباراة سجل 45 هدف وصنع 32 هدف. يعني ساديو مساهم مع ريد بول سالزبورج في 77 هدف خلال 87 ماتش. انت متخيل الانتاجية؟ التحول الرهيب في اداء ساديو لفت انظار اندية الدوري الانجليزي، وفي سبتمبر 2014 اتنقل ساديو لنادي ساوثهامبتون الانجليزي بمبلغ 12 مليون جنيه استرليني عشان يختبر ساديو نفسه قدام اقوى مدافعين اللعبة وفي اقوى دوري في العالم. ساديو في الدوري الانجليزي انفجر حرفيا وقدم اداء اسطوري، بس المشهد اللي لفت انظار العالم ليه كان يوم 16 مايو 2015 في مباراة ضد استون فيلا. قدر ساديو يسجل اسرع هاتريك في تاريخ الدوري الانجليزي خلال دقيقتين و56 ثانية، وده ما كانش الهاتريك الوحيد لساديو مع ساوثهامبتون. وموسم 2015 2016 قدر ساديو يسجل هاتريك تاني ضد السيتي في مباراة كان ساديو نجمها الاول. انهى ساديو مشواره مع ساوثهامبتون ب 75 ماتش، سجل فيهم 25 هدف عشان يتنقل للخطوة الاهم في مسيرته، ليفربول يورجن كلوب. بعد وصول يورجن كلوب لليفربول بدأ في عملية بناء الفريق الجديد، وكانت صفقة ساديو هي حجر الأساس لبناء منظومة ليفربول المرعبة. يوم 28 يونيو 2016 انضم ساديو لليفربول بعقد مدته 5 سنين بمبلغ 34 مليون جنيه استرليني عشان يبقى أغلى لاعب أفريقي في الوقت ده. كانت بداية ساديو مع الريدز أيقونية، وقدر يسجل أول هدف ليه
في المباراة الأولى قدام أرسنال. مع وصول محمد صلاح لليفربول سنة 2017 اتغير مركز ماني للجناح الشمال عشان يكون أقوى مثلث في تاريخ الدوري الإنجليزي مع صلاح وفيرمينيو. وفي 2018 قدر ليفربول يوصل لنهائي دوري الأبطال، وفي النهاية سجل ساديو هدف قصاد ريال مدريد عشان يبقى أول لاعب سنغالي يسجل في نهائي دوري الأبطال. وفي موسم 2018-2019 قدر ساديو يفوز بالحذاء الذهبي بعد ما سجل 22 هدف في الدوري، وقدر كمان يساعد ليفربول في الفوز بدوري الأبطال على حساب توتنهام. وفي الموسم اللي بعده سجل ماني 18 هدف عشان يساعد ليفربول في الفوز بالدوري بعد غياب 30 سنة، عشان ينهي ساديو مسيرته مع ليفربول بتحقيق كل البطولات الممكنة، دوري ودوري الأبطال وكأس الرابطة وكأس الاتحاد وكمان كأس العالم للأندية، عشان ينهي مسيرته الإعجازية مع ليفربول كتاني أحسن لاعب في العالم بعد كريم بنزيما في إنجاز محققوش أي لاعب إفريقي تاني باستثناء جورج ويا، فاز بالكرة الذهبية سنة 95. انتهت مسيرة ساديو مع ليفربول بعد 6 مواسم من العظمة والنجاح، وآن الأوان لخوض تحدي جديد، والتحدي المرة دي كان في بايرن ميونخ. في يونيو 2022 اتنقل ساديو البايرن ب 32 مليون يورو، وفي البداية ظهر ساديو بمستوى ممتاز وسجل أكتر من هدف في المباريات الأولى ليه، بس إصرار مدرب بايرن على اللعب بماني كمهاجم صريح عشان يعوض رحيل ليفاندوفسكي لبرشلونة خلى ساديو ما يقدرش يؤدي الأداء المنتظر منه مع بايرن. وبعد إصابة في شظية الساق وشجار ماني مع زميله في الفريق لروا ساني، انتهت مسيرة ساديو مع بايرن ب 38 مباراة و12 هدف و6 أسيستات وبطولتين، واحدة دوري وواحدة سوبر، عشان يبدأ ساديو مشوار جديد في جزيرة العرب بعيد عن عنصرية الألمان. في أغسطس 2023 وفي خطوة غير متوقعة انتقل ساديو ماني للنصر السعودي ب 30 مليون يورو عشان يزامل الأسطورة كريستيانو رونالدو. في النصر بيقدم ساديو مستوى ممتاز بعد ما بقى صانع ألعاب وتحول للاعب حر، قدر يظهر إمكانياته في الملعب وقدر يكون ثلاثية جبارة على الأراضي السعودية مع رونالدو وجواو فيليكس. على قد ما مسيرة ساديو كانت مبهرة مع الأندية، على قد ما كانت مسيرة أسطورية مع منتخب بلده. فبعد خسارته لنهائي أفريقيا سنة 2019 في مصر قصاد الجزائر، رجع ساديو في البطولة اللي بعدها عشان يفوز باللقب على حساب منتخب مصر ويكون أفضل لاعب في البطولة، ويرجع تاني في بطولة المغرب 2025 عشان يكرر الإنجاز ويقود منتخبه بالفوز باللقب للمرة الثانية ويفوز بأفضل لاعب في البطولة، بس المرة دي كقائد حقيقي بعد ما منتخب بلاده انسحب في المباراة النهائية قدام المغرب. بس ساديو رفض الانسحاب وأقنع زمايله بالرجوع للملعب، وقال جملته الشهيرة سنلعب كالرجال، عشان في النهاية يرفع الكاس في المشهد الأخير ويتربى على عرش أفريقيا عشان يكون أسد الترنجة ساديو ماني أفضل لاعب في تاريخ السنغال وهدافهم التاريخي. مشوار ساديو ماني في الملعب مشوار أسطوري، من طفل يتيم معدأ لأحد أفضل لاعبين الكرة في العالم، لكن ده ما كانش السبب اللي خلى أغلب السنغاليين يعتبروه فخر الأمة السنغالية. ساديو قدر يحول قريته بمبالي من قرية فقيرة معدمة لمكان بينبض بالحياة. ساديو بنى مستشفى في القرية عشان يخلد ذكرى والده اللي مات بسبب سوء الرعاية الصحية في القرية، وبنى مدرسة ثانوية مجهزة على أعلى مستوى عشان أطفال القرية الفقيرة يلاقوا فرصة للتعليم الجيد. كمان خصص مبلغ 70 يورو لكل أسرة في القرية عشان يساعد أهل قريته على مواجهة ظروف الحياة. ساديو كمان بنى مسجد في القرية ومكتب بريد ومحطة وقوف واستاد رياضي لخدمة شباب المنطقة عشان يلاقوا الفرصة اللي ساديو كان بيدور على ربعها وهو قدها. كل الإحسان اللي قدمه ساديو لشعبه صنع منه رمز وبطل حقيقي، مش مجرد أسطورة وهمية هتنتهي مع انتهاء مسيرته في الملاعب. في 2022 فاز ساديو ماني بجائزة سقراط للأعمال الخيرية كأول شخص على الإطلاق يفوز بالجائزة دي، عشان وهو بيستلم الجائزة يقول: أفضل أن أرى شعب يحصل على القليل مما أعطته لي الحياة بدلا من اقتناء السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة. مسيرة ساديو ماني من شوارع بمبالي لمنصات التتويج بالكرة الذهبية برهان ساطع على إن الفقر مش قدر لكنه تحدي ممكن نتغلب عليه بالجهد والصبر وبإننا نصدق في أحلامنا. ماني أثبت إن النجاح في حد ذاته مش غاية لكنه وسيلة لخدمة المجتمع وإحداث تغيير حقيقي في حياة الآخرين. شكرا ساديو ماني، فخر إفريقيا الحقيقي ورمزها الأول وأسطورتها الحقيقية. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل لأول 100 مشترك، وقول لي في الكومنتات حابب الحلقة الجاية تكون عن مين. سلام.